اهلا بيكم في بودكاست في المقص، تاني حلقه. يا رب الحلقه الاولى تكون عجبتكم. معايا النهارده ضيفي الاهلاوي الطويل جدا، وفي نفس الوقت هو متعصب بس مش التعصب الاعمى، عنده روح رياضيه وبيعرف يتكلم، عشان كده بقى ضيفي النهارده بصراحه. معايا اسلام طارق، جاهز في المقص؟ جاهز ان شاء الله. جاهز. كرسي في المقص غير اي كرسي. انت مخوفني شويه بس يعني انا جاهز. ولا تخاف، احنا حتى اسئلتنا سهله ولذيذه. طب الحمد لله. تحب الحمد نبدا لله. بايه؟ بانهي لون من الكروت؟ خلينا في السهل كده، البسيط كده في الاول. تمام، نبداها طبيعي يعني، واحدة اخضر كده. اصفر احمر اسود. ماشي. تمام. واحده واحده كده. ندخل على اول سؤال في الكارت الاخضر، وعشان بس تعرف ان انت حبيبي والاسئله سهله. يا خوفي. لا خالص والله. تمام. لعيب من الاهلي تختاره يلعب معاك ماتش بلاي ستيشن. ولا معاك حق. ايه رايك؟ اسئله حلوه دي. هختار من اللي موجودين دلوقتي. اكيد. خلاص. اللعيبه الحاليه. من الناس دلوقتي هقول لك اختار طاهر محمد طاهر. استنى، طب اسالك ينفع اسالك نفس السؤال؟ اتفضل. تلعب مع مين بلاي ستيشن؟ مع الشناوي. انا عارف انا هكسب ازاي، فهلاعب الشناوي. مش هيطول يمسك بالظبط. هو ده سبب المكسب. خليناش بقى نقعد نقول كلام بقى. معلش، الشناوي حبيبنا، وزي ما استحملناه كتير اكيد هيستحملنا. ده لو شافنا يعني. لو شافنا بالظبط. ماشي، ندخل على تاني سؤال في الكارت الاخضر برضو زي ما احنا. احلى هدف شفته للاهلي تمام في دوري ابطال افريقيا؟ انا بحب قوي الجون بتاع وليد سليمان في الترجي الثاني اللي هو الماتش اللي في رادس بيخسر بدري، اللي هو راح واخدها كده. ده بحبه جدا يعني. في جون تاني افتكرته بس انا مش فاكر كان في افريقيا ولا في الدوري، كان قدام الزمالك ابو تريكه لعبها بكعبه لوليد سليمان برضو. لا اعدلها لك، انا الماتش كان في الجونه سليم، بس وليد سليمان اللي عملها بكعبه لابو تريكه. ايوه بالظبط، كعب في شوطه. لا الساعه 3 العصر في الجونه. ايوه في الجونه، اعتقد ده في افريقيا. نيجي على اخر سؤال في الكارت الاخضر. اجمل جون شفته دخل فينا، دخل في الاهلي في فريقك، بس جون كيفك، جون اللي هو لدرجه ان انت الجون ده حلو. بس جه في بالي جونين الاثنين كانوا رخمه جدا. اكيد في ذاكرتنا كاهلاويه. وقت اللقطه والجون ضايقتنا مثلا، كان سبب في خساره الماتش، خساره بطوله، كل الكلام ده. لكن ممكن بعد كده لما بتشوف الجون بتتبسط من الجمله اللي اتعملت. بالظبط، بتاخد بالك ان هو حلو فعلا، ده جون لازم يجي. هو ده بقى. في عندك الجون بتاع المترجي ده حلو قوي بصراحه، الرزعه بالشوطه كده، فاهم؟ يلا وراحت. والجون بتاع بالميراس، الهجمه المرتده اللي اتعملت علينا في ثانيه دي. في ثانيه كره معانا وفاول وبتاع بقى جول، فاهم؟ ذكريات أليمة. انت اللي سالت. الحمد لله. نيجي لتاني كارت. تمام. الكارت الاصفر معانا في المقص. اسئله لطيفه برضه، مفيش ضغط في الاسئله ولا صعوبه. يا جماله. فيلا نشوف. لو الاهلي بيلعب في الدوري الانجليزي، حلوه دي، تفتكر ترتيبه يبقى بكام؟ يعني 10 9 11 المنطقه الدافيه يعني، الحته دي. بصراحه الدوري الانجليزي دوري بايخ برضه، دوري كل الناس فيه جامده وكل الناس فيه بتكسب وبتخسر وكل حاجه. ده الدوري الوحيد اللي ما بيبقاش محسوم من بدري. هو جوارديولا بوظه شويه بس انا بحبه برضه. نيجي لتاني سؤال في الكارت الاصفر. ماشي. تفتكر الاهلي بيكسب افريقيا حظ ولا خبره؟ حلو السؤال ده. مش حظ، لا طبعا خبره، بس هي احنا بنسميها حظ او توفيق او كده ايا كان الاسم، بس هو ده ما بيجيش لاي حد. انت بتبقى بتحاول تتمرن، بتعمل اللي عليك كل حاجه، فربنا بيكرمك. يعني ممكن بقى يكرمك في ان هي كره تخبط مش عارف ايه، تيجي جون، فاهم؟ كره تخبط في العرض تخش، الحاجات دي ده مش هيجي لاي حد. زي الجون بتاع كابتن وليد سليمان لما كان في الترجي، برضو على ذكر الترجي. ايوه. هو الكعبل، الكره خبطت في ظهره، معاذ بن شريفيه خارج بياخدها، الكره راحت معديه ودخل. هو نفسه ضحك. هو كان بيعترض بقى على الحكم ان هو فاول، فلا الكره في الجون قام ضحك. خلاص مش عايز فاول. ده حظ ولا توفيق زياده ولا ده يحسب ايه؟ يعني الجون ده حظ. قول لي بقى تقييمك لاداء الاهلي في كاس العالم للانديه كم من 10؟ في كاس العالم الاخير ده 6 من 10، وانا كده يعني كارم الاهلي بصراحه. اتفق معاك. في كاس العالم بقى عامه انا ما ببسطش بصراحه.
بقى خدنا البرونزية 4 مرات حصل. وبرضه مش بتبسط بصراحة. يعني هي جت أول مرة طبعا فرحنا قوي، تاني مرة عشان بعيدة شوية ففرحنا قوي، بس لما بقيت تاخدها تاني وتالت ونفسك بقى تعدي، فاهم؟ هي الحته ديت اللي نفسك بقى كلنا تعدي، وكل ما بتيجي تعدي بيبقى انت عامل ماتش كويس وعامل ماتش جميل وكل حاجة بس ما كسبتش، فاهم؟ ضيعت جوان، هنا بقى دخلت سوء جوان. الحظ. لا بصراحة بحسها مش سوء الحظ، هو سوء الحظ من وجهة نظرنا، بس هم في حتت زيادة عند الناس التانية. طبعا عندهم خبرات دايما أكتر. في حتت زيادة خبرات عندهم أكتر زيادة. فعلا بتبان. هنا للكارت الاحمر واسئله الكارت الاحمر، ومعانا اول سؤال في الكارت الاحمر. ماشي يا عم. بيقول لك موقفك ايه بعد ما النادي الاهلي ضم امام عاشور بعد كل اللي هو كان عامله تمام. وقله خلاص الادب اللي ماشي، كان عامله؟ واصلة ساعتها. مم. كان عندي سنة كده الصراحة، ما انكرش اللي هو ايه ده ليه جبنا او ازاي كده جبنا. بس بعد كده الواحد برضو ايه عارف لما بيهدى شوية ما بقاش متنرفز. لا هو الراجل كان صغير، كانش عندنا، فاحنا بنحكم بالحاجات اللي احنا عارفينها، الحاجات بتاعتنا بتاعت الاهلي، هو ما كانش عندنا، فانا عايزه يتصرف بالحاجات بتاعتي دي، فاهم؟ فهو اعتذر كذا مره والراجل خلاص معانا وشايل الموسم اللي فات، انت شفت عامل ازاي، كان مقدم فهو تمام جدا لحد دلوقتي. يا رب يفضل كده طبعا. اكيد، وربنا يتمش فيه على خير يا ويرجع رب الملاعب. ان شاء الله. علشان من وجهه نظري بعد كل الغضب اللي انا كنت فيه من الاعلان بتاع الصفقه ديت، بس برضه دلوقتي هديت شويه صح؟ مش هديت شويه. انا دلوقتي شايف ان هو 70% من قوه يعني الموسم اللي فات كان دوري ياسر ابراهيم وامام عاشور. دي حقيقه، امام السنه اللي فاتت كان فظيع، كان ف... في حته ثانيه. فالموضوع مختلف، وزي ما انت قلت كان صغير وكان بالظبط، مش عارف الواحد متهور بيتعلم، شويه وهو دلوقتي في سيستم الاهلي الراجل بيكبر وبينضج وزي الفل، وان شاء الله يفضل كده. لا تمام. تاني سؤال معانا كارت احمر برضه زي ما احنا، احسن جيل للاهلي من وجهه نظرك على مدار الحقبه اللي انت اللي عاصرتها؟ انا شفته طبعا جيل ابو تريكه وبركات ومتعب اكيد الناس ده دي ده ما يتقارنش مفيش زيها بحد بصراحة. خالص. كان جيل بيصحى الصبح يروح التمرين، عنده معسكر، عنده ماتش، خلص كل ده روح نام عشان بكره في تمرين في معسكر، ما بيعملش حاجه في حياته غير كده، ما فيش بقى سوشيال ميديا ولقطات وترند، فده فظيع. يعني بالسكواد اللي موجود دلوقتي شايف ان برضو جيل ابو تريكه وبركات هو لسه الاقوى؟ بص، هي عشان انا مش بشوف السكواد بس بصراحه، السكواد تمام. دلوقتي ممكن يبقى احسن كتير. الجيل القديم لا، هو فعلا كان في انضباط، في التزام كده زي ما بقول لك، احنا بنلعب كوره كان جيل مرتب افكاره صح. جدا جدا. يجي بقى للكارت الاسود اللي برضو ايوه، المقص. ده اللي ممكن اخلع منه باين ده ولا مش؟ الله، عايز تخلع منه هتخلع منه، مش عايز تخلع منه الكارت السبيشال هنتكلم في حاجه معينه انا مجهزها. طب يعني هنشوف ايه ماشي. الدنيا. لو انت صاحب قرار في اتحاد الكوره وليك تمام. كلمه مسموعه، تمام. هتعاقب حسين الشحات ازاي بعد واقعة سب الدين الشيخ؟ لا لازم تبقى عقوبه بجد، عقوبه كبيره. انا فاكر ان هي كانت حاجه بسيطه، العقوبه كانت بسيطه، فلا لا لا لازم كانت تبقى على الاقل مثلا 8 10 ماتشات، يعني حاجه انا مش عايزها تحصل، فاهم؟ عقوبه حاجه انا مش عايزها تحصل، عقوبة قاسية. تخلي اي حد ما يعملش كده. بس هو كويس طبعا ان الموضوع اتلم بعد كده يعني وخد وقت، بس هو كان الموضوع ساعتها لا لازم اتحاد الكوره ياخد موقف عشان الموضوع كان خلص في يومها اصلا في بين خلص يومها وخلص كتير وحسين اعتذر كتير بالظبط، بس بس الموضوع بقى حسين الشيخ كفره يعني لاسباب اخرى خلص الحمد لله، مالناش دعوه بيها دلوقتي. وخلص الحمد نيجي بقى للسؤال برضو لطيف، لله. مش حاجه خالص. ما هو الكلام ده اللي بيخوف. لا خالص والله مش عايزك تخاف طول ما انت قاعد على كرسي في المقص. ماشي قلبك جريء، هتعدي من اي حاجه. الله عليك. وسام ابو علي مع ولا ضد في اللي عمله وطريقه رحيله عن الاهلي بالشكل اللي احنا بنقعد نقول احنا عملناك نعمل غيرك ومش عارف ايه والكلام ده كله؟ شايف الكلام ده ازاي؟ مش عايز حقه ولا مش حقه؟ مع ولا ضده؟ ولا ده ولا ده، وحقه ولا مش حقه برضو، يعني ممكن اقول لك حقه، يعني ممكن تستغرب ردي شويه، بس هو دلوقتي اللعيب ده بقى له عندنا سنه ونص صح؟ تمام. قبل ما يجي كان في نادي ثاني، جالنا ازاي؟ ضغط على النادي بتاعه وعمل نفس الدبدبه في الارض وطلبات وامشي وبتاع، واحنا جبناه، كنا مبسوطين جدا ان احنا جبناه وان هو ساعد اكيد في ده. هو الراجل شايف ان دي فرصه عمره، هيعيش في امريكا وهياخد فلوس اكتر، مش باصص قوي للحته بتاعت ايه ان انا مكمل في مش علي معلول،
فاهم؟ هو مش يعني صعب تلاقي علي معلول، فاهم؟ صعب قوي. حد يجي انا مكمل في النادي ده ومبسوط ومرتاح لا جالي عرض يلا بينا. فهو برضو حقه. واحنا كنادي انا برضو اللي عجبني بصراحه، احنا كنادي احنا استفدنا. اكيد استفدنا استفاده حلوه. استفدنا ومشينا الدنيا زي ما احنا عايزين. انت عايز تمشي بس بطريقه معينه واحنا هناخد مقابل معين. فيعني عارف مرضيه. مرضيه. احنا بس ممكن ما لحقناش نجيب مثلا مهاجم بداله، فاهم؟ كويس يا سولم ان احنا وصلنا لاخر نقطه في الكارت الاسود من غير ما نمسك في خناق بعض. الحمد لله. الحمد لله. سالكه. ايه رايك في المقص؟ والله الموضوع حلو. انت اللي كنت فاهم عم موترني. انت اللي متوتر مش انا. الكارت السبيشال، بما اننا بدانا الدوري ولعبنا اول ماتش قدام مودرن فيوتشر وتعادلنا 2-2، شايف الاهلي ازاي في بدايه الدوري بقى؟ وشايف ريبيرو ممكن يبقى مصيره زي مصير سواريش زي ما انا كنت بقول في الريلز بتاع امبارح، ولا ايه النظام؟ لا يعني ان شاء الله هتبقى انت متشائم شويه ومش هيبقى سواريش باذن الله. اتمنى ان ربنا يخلق ظني. يعني سواريش بالسكواد ده كله. طب سواريش ما كانش معاه حد يعني. لا ان شاء الله لا مش هتبقى كده. اول ماتش في الدوري كان وحش قوي بصراحه، وحش. انا اتفرجت على الماتش متضايق، فاهم؟ مش مبسوط. مش عارف احنا بنعمل ايه اصلا. مش عارف هو مين بيلعب ايه، مين يتحرك فين، مين بيعمل ايه. طب ومين المسؤول عن الكلام دوت؟ طبعا ريبيرو. طب ما اديني بقول لك اهو، تفتكر ان ريبيرو يكون مصيره زي سواريش وبعد شهرين مش من ياخد بعضه ويخلع؟ يعني اتمنى ده ما يحصلش، بس ده اول ماتش في الدوري للراجل، اول ماتش ليه. ما هو لعب 3 ماتشات رسميه في امريكا، تمام ولعب ودقيقتين في تونس، معاك. ولعب ودقيقتين لما رجع من تونس. يعني لعب تمام. حوالي 3 2 3 7 ماتشات. ماشي بس ازاي تقول لي اول ماتش في الدوري؟ لا أقول لك. وكلمني كلام يبقى أقول لك. عاقل شويه اقول لك علشان نحس، يعني نشوف فين الاخطاء ونحاول ان احنا ماشي. نتكلم مع بعض بص في يا معالجتها. اول حاجه ماتشات كاس العالم تمام. دي اعتبر ريبيرو ما لعبهاش اصلا، لان ده راجل جه هوبا احنا كابتن عماد هنخلص الماتشات دي، بعد كده كاس عالم انت في ليفل تاني مستوى تاني في امريكا فليها ظروف كتير، فاهم؟ ليها ظروف كتير. برضو ما كنتش خلصت صفقاتك، ما شافش الفريق لسه، ما كانش عارف حاجه خالص، فانسى التلات ماتشات دول. جينا بعد كده على المعسكر. يعني انا ابتدي حاسبه بالنسبه لي انت حضرت المعسكر، عملت البري سيزون، دخلت السيزون، يعني انت كده بادئ معايا تمام، شفت الفرقه تمام، شفت كل حاجه، عرفت او كل حاجه، وانت عندك فتره زياده مش هحاسبك بقى عليها يا عم، فاهم؟ دي كانت من عندي. بس ايه، في المستوى الودي كده كده مش هحكم برضو عليه، بيجرب. في المستوى الرسمي هو ده دلوقتي اول ماتش، هستنى كده كده غصب عني هستنى. اكيد مستنيين. فاهم؟ هستنى الماتش التاني والتالت، عندنا الماتش الرابع بيراميدز. ما انا بقى شايف فاهم؟ ان هو ممكن بعد ماتش بيراميدز ياخد شنطته ويمشي. لو فضلنا نخسر او نتعادل الثلاث ماتشات وجينا مثلا بيراميدز خسرنا، اعتقد هتبقى يعني مشكله كبيره، هتبقى مشكله كبيره، ممكن فعلا يمشي عادي. يعني من الاخر عشان انت قلت لي في هو الاول لسه ما كسبش ان انا حب الناس، فاهم؟ متشائم بزياده والكلام دوت، يعني ممكن ان احنا نلاقي ريبيرو واخد شنطته وماشي نفس السيناريو بتاع سواريش. وممكن تلاقي نفسك كسبت الماتش الجاي في التاني في بيراميدز مثلا، اتعادلت او كسبت مكمل عادي، فانت برضه مش ضامن، فاهم؟ الله اعلم. فعشان كده بقول لك انت ممكن بس متشائم في دي، او يمكن انا ربنا متفائل. ربنا يخلف ظني، يا رب. واكيد ما اتمناش ان يا انا رب. اشوف الاهلي بيغير مدرب والتاني. انا ان شاء الله متفائل عشان في لعيبه كتير كويسه، المفروض ان انتوا تلعبوا كويس. نتمنى الله اسلام. يعني ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. نورتني، حبيبي يا قلبي. واتمنى انها تكون كانت حلقه خفيفه. انا اول مره اصلا اصور وكده، فلا الموضوع ان شاء حلو الله ما لذيذ. تبقاش اخر مره. تسلم نورتني يا لوما. انا كنت مبسوط والله. كنا معاكم تاني حلقه في المقص، مستني كومنتاتكم، ويا رب اللي جاي واللي فات يعجبكم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير ايوه وفولو ايوه وكومنت على اي منصه انت عليها. ايوه. شكرا.